اهلا، ايه الاخبار؟ الفيديو ده هتكلم فيه عن كل ترتيبات ما قبل السفر لكينيا، من اول التطعيمات، الPCR، حجز التذكرة، تجهيز الاقامة، مع العلم ان كل التجهيزات دي اخدت مني 5 ايام بس. اول حاجه التطعيمات المطلوبه، المفروض من خلال بحثي لقيت المطلوب هو الالتهاب السحائي، شلل الاطفال، الحمى الصفراء، الكوليرا، الملاريا، وبتقدر تعملهم من اي مكتب صحه. اقرب واحد ليا ساعتها كان مكتب الصحه في عابدين في وسط البلد. انا بصراحه قررت بس اخد الحمى الصفراء عشان تاني من خلال بحثي وقناعتي الشخصيه حسيت ان ده اهم واحد، لان مثلا نفس التطعيمات دي كانت مطلوبه لدول سافرتها اوريدي قبل كده في اسيا، بس ما فيش حاجه سمعت انها حصلت لاي حد هناك. يعني نسبه الاصابه باي حاجه فعلا قليله جدا جدا. كمان الدكتوره قالت لنا ان التطعيمات دي مهمه للناس اللي هتعيش هناك، مش بس اللي هتسافر شهر او حاجه. فكشخص ما بيحبش الادويه عامه وما بقلقش زياده، قررت ما اخدش الباقي. بس طبعا مش لازم خالص تعمل زيي او تعملي زيي، ممكن تاخديهم كلهم، بس اقري الاول واعرفي الاثار الجانبيه لكل تطعيم. هي ابره صغيره ما كنتش خايفه منها خالص زي ما انتم شايفين كده، اخدتها ب 150 جنيه، مفعولها بيبدا بعد 10 ايام، وهتاخد بيها شهاده صفرة زي دي تحافظ عليها زي باسبورك المصري بالظبط. تاني خطوة كانت حجز التذكرة. حجزت التذكرة من على سكاي سكانر. أرخص تذكرة كانت من مطار القاهرة لنيروبي. التذكرة كانت ب$190 رايح بس، لأني مخططة أروح بلاد تانية حوالين كينيا بالباص. وحجزت تذكرة فيك راجع عشان بتكون مطلوبة وبيسألوا عنها في معظم الأوقات، ودي بتقدر تعملها من خلال أي ويب سايت بيطلع لك لما تدور على فيك تيكت بوكينج، وحاطه لك الويب سايت اللي استخدمه في الديسكربشن. تالت حاجة الPCR. كينيا للأسف احتاجت PCR. وليه بقول للأسف؟ عشان الPCR دلوقتي في مصر يمكن أغلى من التذكرة في معظم الأحوال. وتاني حاجة بجد عملية مش مريحة خالص. يعني عملته في المعامل المركزية لوزارة الصحة والتأمين الصحي برضو في وسط البلد، كان ب1200 جنيه، وأخدته تاني يوم والحمد لله كان سلبي، إما كانت الفلوس دي كلها راحت عليا. رابع حاجة تجهيز الإقامة. بدأت أبعت ريكوست للإقامة على أشخاص في كاوتش سيرفينج في نيروبي. بجد كان في مئات الناس اللي في كينيا عندهم ريفرنسز كتيرة وتقييمات كويسة. في 3 من 7 بعت لهم ردوا عليا على طول، اخترت أحسنهم كتقييم، ودي كانت أول عيلة تستضيفنا في نيروبي أو كينيا عامة، وكانت تجربة بصراحة أكتر من رائعة، وهم اللي عملوا لي الضفاير دي. خامس حاجة الفيزا. فيزا كينيا عند الوصول ب$50 لو بس عايز تدخل كينيا. الاوبشن التاني هو ان انت تاخد فيزا بتاعت شرق افريقيا زي اللي انا اخدتها دي بتبقى زي ما انتم شايفين لكينيا ورواندا واوغندا، دي ب$100. دي اللي انا اخدتها عشان انا كنت مرتبه ان اسافر ال3 دول. الفيزا دي بتكون صالحه لمده 3 شهور وبتنتهي لو المده دي عدت، او لو خرجت من الزون بتاعت ال3 بلاد دول. يعني مثلا لو رحت كينيا وبعدين تنزانيا، فيزا شرق افريقيا مش هتكون صالحه. لو قررت تروح بعدها رواندا او اوغندا هتحتاج تدفع فيزا تانية عند الوصول. دول ال5 خطوات اللي انا اخدتهم قبل ما اسافر كينيا. استنوا الفيديو الجاي هتكلم فيه عن نصايح وتبس تقدر تسافر بيها كينيا ببادجت قليله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم في الفيديو الجاي.